وبعد ما قريت الحكايات اللي طلعت مش من زمن فات، لقيت في كل حكاية كنز. دوروا معايا على الكنز. أكيد كلنا عارفينها، وقفنا في الطابور عشان الختم، وأخيرا لما جه الدور علينا طلع ورقنا ناقص دمغ. ما أصل الأنسة عفاف ما شاء الله عليه، تمسك الورق كده وتبص فيه تعرف إيه اللي ناقص. ما شاء الله عليه، خبرة، عندها 55 سنة كلهم شغل، وعمرها ما تختم على ورقة من غير ما تقول لك روح وتعالى تاني. تعالى أحكي لكم حكايتها إيه. الأنسة عفاف موظفة على درجة مدير إدارة، وما شاء الله عليها حافظة كل القوانين وملمة بكل اللوائح والمنشورات. بعد ما الناس تلف على كل المكاتب لازم تروح لها عشان هي اللي عندها الخيط. بس يا خسارة، على طول الأنسة عفاف مش قاعدة على مكتبها والناس واقفة بره طوابير. أصل الأنسة عفاف من أكفأ الموظفين، بس الصراحة من ساعة ما أبوها وأمها توفوا وصاحب البيت عايز يطردها من الشقة وهي أدائها الوظيفي في النازل. أصل صاحب البيت مجريها في المحاكم ومدفعها دم قلبها للمحامين، عايز يطلعها من الشقة. واخوها الصغير عايز يتجوز، عايز شبكة وعفش ومهر، أصل عروسته هي اللي عندها الشقة. واختها الوحيدة عيانة وبتحارب المرض، وكمان عندها ولاد أخوها المتوفي اللي هي بتصرف عليهم. ومن ساعة ما معاش أبوها توقف وهي أدائها الوظيفي في النازل. فادعي إن هي تختم لك الورق من غير ما تقولك ورقك ناقص دمغة ب2 جنيه، روح هاتها وتعالى بكرة. ويا ريت وانت واقف في الطابور تدعي للأنسة عفاف، تضحك عشان ربنا يسهل الأمور وتمشي.